ولكن كاين مشاكل كثير في الفتره هذه ديال الشتاء، كيكون قلنا تقصف الشعر، السقوط ديالو، ايضا البشره كتلتهب، كتولي واش بغيتي الحق جافه. سمعي تقصف الشعر، دونك مشوك، حرش مشوك، محروق، برولي، فورشو، كاسون، داكشي كامل ياك. لا ما ناتجش على لي زانتومبيري، ناتج على لو لافاج فريكون، كثرت الغسيل متكرر. نعطي مثال، عرفتي اش نقول للناس؟ راه شحال من واحد هبيل تنسولو اول حاجه الشعر تيطيح ياك، تساقط الشعر، تنسولو خاصني نطرح بعض الاسئله، واش خلل هرموني، واش موتر، واش معصب، واش يدير لي جيل، واش تنوصل لافاج فريكون. شحال تتغسل شعرك في السيمانه اخويا؟ كاين اللي تيقول لي كل نهار. باش نجاوبو تنقول لي واش مالك موسخ، واش هذاك واش انت ريالمون واش موسخ باش تغسل شعرك كل نهار؟ راه اش يديروا؟ راه مشكل كبير مطروح لهم. دابا ربي عطينا تحت كل زغبه عندنا اون غلوند سيباسي، واحد الورتيسه اللي عندها عده مهمات، بليزيور فونكسيون، اونتر اوتر لا فونكسيون ايمونيتير، الحمايه. كيفاش ديك الورتيسه تتحمي لنا الزغبه؟ تتخلق لنا ليدام هو لو سيبوم، تتخلقوا لنا من لا راسين، من الجدر حتى لا بوانت، حتى الراس ديال الزغبه. كاينه واحد الترموستا ربانيه ربي دايرها في ديك الورتيسه، ملي تتوصل ليدام من الراس ديال الزغبه تتوقفوا. اش يدير لنا هذا السيد؟ راه اي شامبوان، نيمبورت كيل شامبوان سي ان ديتيرجون، دونك تيحيدنا لو فين بروتيكتور اللي هو لو سيبوم. اي شامبوان تيحيدنا ليدام اللي هو اللي تيحمي لنا الزغبه. درنا شامبوان طار هاد ليدام، اش تحس بالولسيسه؟ تتحس باللي الزغبه راه عريانه، باللي اي اغريسيون اي هذاك تقيسها، تتبدا تخلق لنا في ليدام. يلاه مسكينه تتخلق في ليدام، يلا قربت توصلوا لا بوانت، جا السيد دارنا او السيده دارتنا شامبوان، حيدتنا عاوتاني داك ليدام داك لو فين بروتيكتور. الولسيسه تتحس بالزغبه عريانه، تبدا تخلق في ليدام. اليوم غدا بغت غدا الولسيسه تتولف، تتجي وما بقاتش تحبس لنا ديك الترموستا اللي غتحبسها توصل لا بوينت كاع ما بقات ديرها. اش ولا غير برودكسيون سيبون، برودكسيون سيبون. اليوم غسلت تيدخلوا في لو سيركل فيسيو، اليوم غسلت حيت ليدام، الغد تيدم، البغت غد تيدم حتى تلبد. انيك سي دو سيبوم اسفيكسي لو بوال اي سي اون كوز اسونسيال اي ديريكت دو لا شوت دي جو. دونك الشيء سبب مباشر كيؤدي لتساقط الشعر. كثرت الغسيل وكثرت السيشوار وكثرت الصبايغ سبب رئيسي تساقط الشعر. هذا الناس باش يعرفوهم. علاش؟ حيت نغسل اليوم نغسل غدا نغسل غدا الشيطره. السبب الرئيسي في تساقط الشعر، والشعر تيبدا ناشف وتيتهرس، تيتقصص، تيتهرس. علاش؟ ما عندوش ليدام اللي غيحميها اختي. وراه تنطلب من الناس دائما اللي تيجيو عندي، اخويا غسل راسك شعرك خطره في السيمانه، ولا بديتي تحك ولا تغبرتي ولا شي حاجه لا ريغور نقدروا نسمحوا جوج خطرات السيمانه. اما اليوم نغسل وغدا نغسل وبغيت غدا نغسل راه سي موفي. لا الجلده، حتى الجلده البشره ديالنا يعني اللي كيسرع على الشعر كيسرع على البشره ديالنا معلوم، حيت الجلده حتى هي سي ليدام. شكون اللي حاميها؟ حاميه لنا ليدام. دونك مني تحيد ليدام، كاين بعض الناس دابا البرد ياك تيعطينا تشققات، شحال من الواحد اللي حساس لابو فين عنده رطبه وداك الشيء تيبدا يتشقوا يديه رجليه كل شيء. علاش؟ حيت كثرت البرد الى غريس. دونك راه لا البرد، كثرت البرد اغريس، كثرت الشمس اغريس. احسن حاجه هو التوازن، ما يكون لا سخون لا بارد لا حتى حاجه. بعض الناس عندهم هذه الحساسيه. كيفاش يعني الماء نغسلوا به دافي، ولو هذه الفتره ديال البرد نقولوا لا كنبغيو الماء يكون سخون. لا 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 هو دائما الماء دافي، لا السخونيه ولا البرود. كثرت البروديه وكثرت السخونيه خايبه. هذاك كاين اللي كيغسل شعره بالماء سخون، كاين اللي كيغسل ذاته بالماء سخون، وكاين اللي تيدخل الحمام وتيبقى داك راه بيل. هذاك راه السخونيه راه خايبه. دونك من الحوايج البساط